الحدث اللي مصر والعالم كله مستنيه خلاص فاضل عليه ايام قليله. الافتتاح الرسمي لمتحف المصري الكبير هيكون يوم 1 نوفمبر، اكبر متحف اثري في العالم وواجهه جديده بتحكي قصه حضاره المصريين بطريقه عصريه ومبهره، فيها عراقه التاريخ وشياكه الحاضر في نفس الوقت. محافظه الجيزه اعلنت حاله الطوارئ 24 ساعه استعدادا للحدث العظيم ده، منظومه كامله شغاله ليل نهار، تنظيف الشوارع والدهانات والتشجير والاناره وتجميل كل المناطق المحيطه بالمتحف علشان الصوره تكون مشرفه قدام العالم كله وقت الافتتاح. المتحف نفسه تحفة معمارية بمعنى الكلمة، بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية بتحكي مراحل التاريخ المصري من أول الفراعنة لحد العصور الحديثة. ومن أبرز المعروضات فيه المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون كلها لأول مرة في مكان واحد، وكمان تمثال رمسيس الثاني اللي بيستقبل الزوار من أول لحظة بيدخلوا فيها. الافتتاح ده مش مجرد حدث ثقافي، دي خطوة جديدة بتأكد إن مصر راجعة بقوة على خريطة السياحة العالمية، وإن حضارتنا اللي عمرها آلاف السنين لسه بتنور وبتلهم العالم كله. يوم 1 نوفمبر كل العيون هتبقى على مصر، لأن مصر راجعة تبهر العالم من تاني.